النهاردة كده جايين نعمل احلى كيكة للفطار ولللانش بوكس، حاجة كده من الاخر. الكيكة دي كيكة حادقة بالخضروات والجبن علشان خاطر نفتح نفس الاطفال ان هم يفطروا وياخدوا معاهم سندوتشات في اللانش بوكس. هنعمل افكار جديدة للولاد ان شاء الله، يا رب تحوز على اعجابكم. ويلا نتابع الفيديو مع بعض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي، قناتكم حب نفسك واهتمي بيها. يلا بينا ندخل على الفيديو على طول. هنعمل احلى كيكة للفطار، كيكة حادقة للولاد. احنا اهم حاجة عندنا الولاد، لان بندخل لهم الحاجات اللي هم مش بيحبوها في الفطار، زي الخضار زي اللبن زي البيض. النهاردة هنعمل احلى كيكة. يلا بينا ندخل على الفيديو. بسم الله. كده احنا معانا كوبايه واحده بس من الدقيق، احنا مش هنعمل كميه كبيره علشان يخلصوها. ومعانا كده فلفل الوان وحبه زيتون، معايا نص كوبايه زيت، وهنعمل بيضايه واحده بس، ومعايا كوبايه الا ربع من اللبن، معانا بيكنج باودر، اي جبن عندك. يلا بقى ندخل على الوصفه. بسم الله. اول حاجه كده هنحط المواد الجافه كده على بعض، نحط رشه ملح، ده كده بقى احنا عاملينها حادقه فبالنسبه لنا مفيش سكر. نحط معلقه من البيكنج باودر ونقلب كده الحاجات دي ونركنها على جنب. الخلاط بتاعنا هنبدا نحط اللبن ونص كوبايه الزيت، وهنحط البيضة بتاعتنا. انا البيضة عندي بتاعتي فيها صفارين اهو. هنحط طبعا عشان الزفارة هنحط شوية فلفل اسود. هنضرب الكلام ده كله في الخلاط. ضربنا اللبن والبيض والزيت في الخلاط. طبعا انا كان عندي قطعة من الجبنة الفيتا، ممكن احطها برضو كده علشان خاطر تبقى مع المواد السائلة كلها، يعني تتضرب عشان ما تبقاش مكلكعه. كده ضربنا كل الحاجات السائله مع الجبنه. نرجع بقى تاني للدقيق، ننزل المواد السائله كده على الدقيق في كوبايه الدقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبنا الكيكه بتاعتنا وحطينا فيها الفلفل الالوان والزيتون، ونبدا ننزل بالجبن بتاعتنا. نبدأ نقلب الخليط كله كده بالجبن مع الخضار. طبعا احنا مولعين الفرن من قبل ما نبدأ. نجيب الصينية بتاعتنا دي او القالب، نبدأ ننزل فيه بقى. ونبدأ نوديها على الفرن. كده احنا خرجناها من الفرن، ما شاء الله لا قوة الا بالله. شايفين اللون؟ كمان الكاميرا ظلماه والله، بس هي يعني شكلها تحفة تحفة كده باللون الذهبي. احنا ولعنا الفرن على 180 في الرف الوسطاني، ما ولعناش خالص الشوايه. بعد ما بردت وقطعناها، شايفين بقى من الداخل ما شاء الله لا قوة الا بالله، الجبن والزيتون والحاجات اللي احنا عملناها. احلى كيكة تعمليها وطعمها تحفة تحفة بجد. اعمليها كده ونوعي للولاد في الفطار ويخليهم ياكلوا وينبسطوا كده مع كوبايه شاي بلبن. احلى فطار. شايفه التحفه من جوه؟ شايفه عامله ازاي؟ حاجه كده وهم. شايفين الجبن؟ ولو الفيديو عجبك ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.